لما كل طلبات الجواز بقت متوفرة ومتطلبات الأساسية للحياة موجودة، والعمل كمان موجود مباشرة بعد التخرج في أي مدينة من المدن الجديدة اللي اتبنت في صحراء مصر، عشان يبتدوا معاها الحياة في أجواء نظيفة صحية قابل جميل بعيد عن زحمة واختناق القاهرة. سمعة المصريين بره اتغيرت تماما من ان هم اصحاب 3 ورقات وكسالى ونصابين لكونهم شعب نشيط متفائل مبدع بيعشق العمل والابتكار. وابتدى المهاجرين المصريين اللي موجودين بره يرجعوا بلدهم مرة تانية ويشاركوا في حالة الإعمار ويشاركوا في عودة مصر عشان ترجع حضارتها ومجدها القديم. واحنا كمان على وشك ان احنا نرمم السد العالي ونصلح العيوب والخلل اللي حصله في السنين اللي فاتت. يا على جمال الحياة دي وجمال الحكومة دي والشعب ده الابتسامة ما بقتش قادرة تعبر عن مدى سعادتي وافتخاري ببلدي. وانا بحكي لكم عن انجازات المصريين في السنة دي برفع راسي وبحمد ربنا بأعلى صوتي بقول انا مصرية، وبفخر بمصر اللي بقت مثال شرف يرفع من شأن الحضارة المصرية في الخارج. يا اختي عليا، كل ما ادخل بلكونتي اللي في الدور الخامس دي ادوخ وفي مرة هقع وياكلوني الزومبي اللي تحت دول. كل يوم بعد العصاري احط اللبانة السمارة بتاعتي ببقي واخرج في البلكونة اتفرج على البلاوي اللي بتحصل في موقف الميكروباص اللي تحت البيت، وتاخدني بقى احلام اليقظة واقعد اقضيها احلام الفتى الطائر وملف المستقبل ورجل المستحيل. وبعدين اهو سواق الميكروباص هيضربه بالسكين اهو. طبعا ما هو يستاهل، ما هو غلطه بباقي ال50 جنيه، يا عارفين يعني ايه 50 جنيه يا غجر. اكيد بقية المواطنين دول هيتكتروا على جثة الراجل اللي اترمت في الشارع دي ويقعدوا ياكلوه وياخدوا بقى اعضائه، لان الشعب المطحون المقهور اللي بقاله سنين اتحول لزومبي، وانا كل يوم اطلع البلكونة بتاعتي اتفرج عليه. وربنا بقى يتولانا برحمته وينقذ الشعب المصري من ان كلنا نتحول لزومبي.